بعد رحيل كوكا الى قاسم باشا التركي، انت دلوقتي ما بقاش قدامك اي مبرر او سبب ان انت ما تتعاقدش مع اوجستين منصور، اللاعب الفلسطيني اللي بيلعب في الدوري الباراجواياني. لعيب كواليتي هايل جدا، اتفرجت على فيديوهاته وعجبني اداؤه جدا. هيجي لك هيتقيد مصري. انت بتتكلم دلوقتي عن اللعيبه اللي خرجت من عندك من نص الملعب، بتتكلم في السوليه، اكرم الساعي، كوكا، ندفيد. بتتكلم في خمسه كده معاهم تاني. كباكا بتاع راح اعاره. بتتكلم في ست لعيبه خرجت من عندك. انا مش بتكلم على كواليتي خرج من عندي، انا بتكلم على عمق سكواد. انت خرجت ست لعيبه من عندك، فانت عمق السكواد. انا كان اميز خط بيميزني في النادي الاهلي هو خط النص، كنت مسيطر بيه على افريقيا كلها. فانت دلوقتي خرجت ست لعيبه من عندك، ده غير ان انت في شهر ونص امام عاشور ومروان عطيه مش هيبقوا معاك في الفرقه. فانت بتتكلم ان انت هتشارك في بدايه الدوري باربع لعيبه بالظبط، اللي هم ديانج واحمد رضا وبن رمضان وقفشه. ده غير ان قفشه طبعا ناسي الكوره، احمد رمضان ما بيشاركش، احمد رضا عفوا ما بيشاركش. فانت دلوقتي بقيت قدام حل، لازم ان انت تدعم بلعيب خط وسط. وانا شايف ان الصفقه دي يا ريت ما تتاخرش اكتر من كده. انت بتلعب بثلاثه لعيبه نص ملعب اساسي طول الموسم، فانت لسه عندك الموسم طويل. امام غايب، مروان غايب، ما عندكش غير اربعه اللي انا قلت لك عليهم. ما اعتقدش ان دول يسعفوك ويشيلوك لغايه شهر يناير. فيا ريت بالنسبه لي ان الاهلي يتم الصفقه دي من اهم الصفقات اللي لازم تتم.